أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يتفوق طالب العلم؟ طالب العلم لابد أن يتخذ طريقا غير طريق الناس. الناس إذا فعلوا بعض الأشياء ربما لا يشكلون عليهم، لأنه عوام ما يدرون كثير من الأمور، حتى مسائل الأخلاقية لا يعرفون لقلة علمهم أو مطالعتهم، ولذا إذا أخطأوا أحد لا يلومهم أو فعلوا شيئا خلاف الوجدان. مثلا أفرضوا يأكل شيئا بالطريق وهو يتحرك ويمشي، على كل الناس لا يلومونه، يقولون عادي، هذا عوام من الناس. ولكن طالب العلم أفرض إذا هو يتحرك في الشارع أو في الفروع أمام الناس ويأكل شيئا، هذا وهن. الناس مو متوقعين من طالب العلم أن يفعل مثل هذا. الناس يرون طالب العلم أهل كمال، أهل صفات الحميدة، لا يفعل شيئا يخالف المروة. طالب العلم لابد أن يكون في حركاته، سكناته، قوله يكون مقبول حتى الناس يسمعون كلامه. قلت لكم التوكل لابد أن يلتزم به طالب العلم، يلتزم بالتوكل، توكل على الله. القرآن الكريم يشير: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كل الأمور بيد الله، اطلب من الله. هل سمعتم حالات بعض العلماء بأن الله كيف فتح لهم أبواب رحمته الواسعة وأخذ بيدهم بواسطة التوكل على الله؟ وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. الله سبحانه وتعالى يعرف ما في الضمير. شنو تفكر؟ الله يعرف. يقولون يا طالب العلم خلي وقت محدود اتكلم مع الله، فرغ نفسك. الله يعرف، ولكن يحب أن عبده يناجيه، يتوسل به، يطلب منه حتى يثبت العبودية، يثبت الإخلاص، يثبت التوكل. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله بيده الأمور. شنو تريد أنت؟ أي شيء تطلب من الله بيده الأمور. ربما الإنسان يفكر أنا أريد بيت، ولكن البيت يحتاج إلى مبلغ. أي طريق
الله سبحانه وتعالى يفتح علي حتى أقدر أحصل هذا المبلغ. لما يتكلم مع نفسه تشوف في وجهه اليأس، وهذا الشخص لم يعرف قدر الله، لم يعرف قدرة الله، لم يعرف إذا توكل على الله الله يفتح الأبواب من حيث لا يحتسب. من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. أقوى الناس الإمام الكاظم روحي له الفداء، من يريد أن يكون أقوى الناس يتوكل على الله. يعني الله سبحانه وتعالى لما يرى عبده مخلص له يعطيه القوة، يعطيه الشجاعة، يعطيه قدرة الصبر، يفتح له الأبواب، أبواب الرحمة. إمام الرضا روحي له الفداء يقول: ما حد التوكل؟ قال لي: أن لا تخاف مع الله أحدا. مع الله لا تخاف من أي شخص آخر، كون مع الله ولا تخاف من أي شخص آخر. كونوا مع الله، الله معكم. الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدكم. كثير أرادوا أن يصلوا إلى مرتبة مقبولة ما وفقوا. لماذا؟ لأن نسوا التوكل على الله، نسوا حد التوكل. إذا أراد الله تلك الحاجة تنقضي. التوكل على الله، إذا اعتمدت بالله كل الأشياء يصير لها قيمة. الثقة بالله ثمن لكل غال وسلم إلى كل عال. اعتماد بالله يعطي قيمة لكل شيء، وهو سلم لنيل الدرجات العالية. طالب العلم لابد أن يتصف بهذه الصفة الإلهية، التوكل. الله سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب رحمته ببركة الصلوات على محمد وآل محمد.